الحاج متولي وسعيد 2 رجالة، لكن شخصيتين بعاد جدا عن بعض. يا بابا الموضوع مش موضوع فلوس، عايز ابقى حققت هدف كويس. يعني ايه؟ هي التجاره مش اقعد التجاره مش هدف، لا بقى دي هدف ونص كمان. انت من بكره جهز نفسك، هتنزل معايا الشغل يا بابا خلاص. مش كل راجل بيتجوز ويبقى أب نقدر نقول عليه مثالي. الحاج متولي كان شايف إن الرجولة في السيطرة وتعدد الزوجات، وكان بيحاول دايما إنه يثبت قوته بالنفوذ، لكن الحقيقة إنه افتقد أهم حاجة وهي الاحتواء. هو أب موجود ماديا فعلا، لكن مش دايما موجود نفسيا. كان شايف إن ابنه سعيد ملكية خاصة ليه، هو يقرر له يتجوز مين ويشتغل إيه ويمشي إزاي ويروح فين ويجي منين. لكن الحقيقة السيطرة دي كانت بتكسر شخصيته جدا، والحقيقة إن هي بتكسر شخصية أي ابن، ومع الوقت بتكسر الثقة والعلاقة كمان ما بينهم. سعيد اتربى على إنه ما يقولش لأ، وكمان ما عندوش حرية الاختيار. النتيجة شخصية مهزوزة، مش عارف هو عايز إيه، مش عارف يحقق ذاته بعيد عن سلطة أبوه. الأب اللي بيسيطر بالطريقة دي بالذات يمكن يفتكر إنه بيربي ابنه أو بيحميه، بس هو في الحقيقة بيسلبه أهم حاجة، الاستقلالية. والولد اللي ما يتعلمش يختار بيعيش طول عمره ضعيف أو متمرد واعتمادي. علموا ولادكم يختاروا ويقرروا لنفسهم، ووقت ما يحتاجونا إحنا هنكون جنبهم وهنشاركهم كمان القرار، ونوجههم للصح من غير ما نلوم ومن غير ما نفرض عليهم رأينا. شاركوني رأيكم وقولوا لي مين بالنسبة لكم كان أب مثالي في السينما المصرية.